سؤال واحد بس في الانترفيو ممكن يضيع عليك الوظيفة حتى لو انت مؤهل بنسبة 100%. النهاردة هقول لك اصعب 5 اسئلة انترفيو واجاباتهم، ولو جاوبتهم صح فرص قبولك هتزيد جدا. اول سؤال، انت مين؟ Introduce yourself. Tell me about yourself. أنا اسمي كريم، 29 سنة، مولود في اسكندرية أصلا بس بقالي 6 سنين عايش في القاهرة. بحب السفر وبحب كرة القدم وبحب أقضي وقت كتير جدا مع عيلتي وصحابي في الويك اند. حلوة جدا يا كيمو، بس ولا حاجة من اللي انت قلتهم دول ليها علاقة بشغلك ومؤهلاتك وليه نشغلك معانا في الشركة دي. انت لو بتجاوب كده فانت بدأت الانترفيو غلط، والانطباعات الأولى تدوم دائما. First impressions last forever. طب اجاوب ازاي؟ الاجابه بسيطه جدا، شغلك، خبرتك، ليه عايز الوظيفه دي، من غير طفولتك ومن غير هواياتك. مثال سريع، انا اسمي كريم، عندي 6 سنين خبره في اداره المشروعات، اشتغلت فيهم على 10 مشروعات بقيمه متوسطه 5 مليون جنيه لكل واحد فيهم. كل مشروع من دول كنت مسؤول عنه من الالف الى الياء، من اول التخطيط وعمل الميزانيه، مرورا بتعيين الفريق وادارته والتنفيذ، وانتهاء بمرحله المتابعه والتقييم. في اخر 3 سنين كنت شغال بروجكت مانجر في شركه استشارات وخدمات، كنت مسؤول فيهم عن اكتر من مشروع في نفس الوقت، كل واحد كان ليه التايم لاين او الجدول الزمني بتاعه، وقدرت ان انا اسلم المشروعات دي كلها وفقا للجدول الزمني بتاعهم، وكنت بعمل بروجرس ريبورت شهري للاداره وللعميل. وكمان في واحد منهم مشروع كبير قدرنا نسلمه قبل الميعاد بتاعه بشهر ونص، وده خلى العميل مبسوط جدا وان هو قدر يجدد معانا العقد لمده 2 سنين كمان. دلوقتي انا بدور على خطوه اكبر شويه في شركه اكبر زي الشركه بتاعتكم، يكون فيها مشروعات مختلفه في مجالات مختلفه، يكون فيها فرص للتعلم وللنمو. علشان كده انا مهتم جدا بالشركه بتاعتكم، لانها هتساعدني ان انا استغل المهارات اللي عندي والخبره اللي انا جاي بيها من ال6 سنين اللي فاتوا، وكمان ازود عليها، وده هيخليني متحمس وان انا اكبر في الشركه دي. تاني سؤال بيوقع، ايه هي نقطة ضعفك؟ What's your biggest weakness؟ لا، غير المكرونة بالبشاميل. نقطة ضعفي ان انا perfectionist. يا سلام يا حنين. طيب ال HR سمع منك الكلام ده ومن 1000 غيرك قبلك وعارفين انها اجابة فيك، اي كلام. طب اجاوب ازاي؟ خلينا نشوف السؤال ده عايز ايه. السؤال ده عايز يعرف انت واعي بعيوبك ولا لا، وتاني حاجة بتعمل ايه لما بيكون عندك عيب. فانت محتاج تختار عيب حقيقي ما يكونش مرتبط بمسؤولية أساسية في الوظيفة، وتتكلم إزاي طورت من نفسك فيه. يعني ما تبقاش محاسب وتقول نقطة ضعفي الأرقام، ما بحبش الأرقام خالص، أو تبقى مدير مشروع وتقول والله أنا بس كويس بس نقطة ضعفي إن أنا مهرجل وما بعرفش أدير الناس والمواعيد. أكيد لأ، بس بنختار حاجة حقيقية لكن مش في الكور ديوتيز والريسبونسبيلتيز بتاعت الوظيفة دي. مثال، بصراحة أنا كنت بتوتر لما بعمل برزنتيشن قدام ناس كتير، ده خلى أول برزنتيشن أعملها ما كانتش تفاعلية قوي، يعني كان باين من لغة جسدي إن أنا متوتر، كنت مركز زيادة عن اللزوم في السلايدز ومش ببص لعيون الناس. فقررت إن أنا أشتغل على الموضوع ده، بدأت أحضر أكتر في البيت، أتكلم بصوت عالي وأنا بعمل براكتس للبرزنتيشن، وحتى ساعات كنت بسجل نفسي بالموبايل. وفي الشغل طلبت من المدير إن أنا أبقى في بداية الاجتماعات مثلا أقول كلمة في البداية بسيطة أو حاجة زي كده. الموضوع ده خلاني مرتاح اكتر، فبعدين ما بقاش عندي رهبه البرزنتيشنز، فحتى لو في توتر بسيط وانا بعمل برزنتيشن ما بقتش احسه، واكيد اللي قدامي ما كانش بيحسه. وكمان جالي فيدباك يعني كويس على البرزنتيشنز اللي انا عملتها مؤخرا، ان انا اتطورت جدا عن اول مره عملت برزنتيشنز وكنت متوتر او خايف شويه. السؤال الثالث اللي سقط الاف من الناس، Why should we hire you؟ اشغلك انت ليه وانا مقدم عندي 500 للوظيفه دي؟ عشان انا رجل طموح، بشتغل تحت ضغط، مخلص جدا، وبحب التعلم. كلام جميل، كلام معقول، بس اقدر اقول حاجة عنه، ده ينفع كابشن لبوست على لينكد ان. دي مش اجابة انترفيو. السؤال ده مش علشان امدح نفسي، السؤال ده عايز مني فيه ايه؟ هما في السؤال ده عايزين منك 3 حاجات: تبين الحاجات اللي بتعرف تعملها ليها علاقة بالوظيفة دي، تدي امثلة عليها، تبين انك فاهم الشركه اللي انت جاي تشتغل عليها دي مش بتقدم والسلام بشكل عشوائي. انا شايف ان في حاجتين اساسيتين تخلي وجودي مفيد ليكم في الشركه. اول حاجه ان انا عندي خبره حقيقيه في تنسيق المشروعات والعمل الاداري. انا في شغلي الحالي مثلا دايما شغال على 3 ل 4 مشاريع في نفس الوقت، كل واحد ليه التايم لاين بتاعه، فانا بقدر احدد الاولويات، امالتي تاسك، اعمل بروجرس ريبورتس لكل واحد فيهم لوحده، انسق بين الفريق الداخلي والعميل. ودي كلها وظائف مطلوبه في الوظيفه اللي انا بقدم عليها دي، وهقدر اعملها لو اتقبلت معاك. ولسه مثال قريب من حوالي 3 شهور كان عندنا عميل مهم عندنا في مجال التعليم،
كان في مشروع كبير قدرنا ننفذ المشروع ده ونسلمه قبلها باسبوع، وكان ده بسبب ان كنت قادر احدد الاولويات، وان انا كمان كان عندي بلان بي او خطه بديله لاي حاجه، اي تاخيرات او اي مشكله ممكن نواجهها. وطبعا كنا شغالين كتيم، بس انا كنت بالاساس مسؤول عن متابعه خطه تنفيذ المشروع. تاني حاجه، انا فعلا مهتم بطبيعه الشغل هنا. انا بحب نوعيه الشغل اللي فيه تعامل مع عملاء كتير، وشغل في مشروعات كبيره ومختلفه وفي مجالات متنوعه. ومن معرفتي بالشغل عندكم او بالشركه بتاعتكم ان انتوا فعلا عندكم الموضوع ده، عندكم المشروعات المختلفه في مجالات مختلفه، وان هو التيم كبير، وده شيء يناسبني جدا. فمش بس عندي المهارات المناسبة، لكن كمان أنا حابب طبيعة الشغل، وده هيخليني ملتزم أو كوميتد ومتحمس إن أنا أشتغل معاكم على المدى الطويل كمان. السؤال الرابع بقى بتاع المشاكل. Tell us about a situation where you had conflict at the workplace. قول لنا عن موقف حصل لك فيه مشكلة في الشغل. أي إجابة فيها شكوى أو هجوم أو اتكيت لي على السين أو بدعي إن أنا ما حصليش أي مشاكل في الشغل، دي كلها رد فلاجز. الاتش ار هيقفل فورا وغالبا هتترفض، لان هم بيدوروا على حاجه معينه في السؤال ده. ايه هي؟ الموضوع بسيط جدا. انا محتاج 3 حاجات. اول حاجه، احكي مشكله حصلت في الشغل، ابين ان انا اتعاملت معاها بهدوء وبشكل احترافي او مهني بروفيشنال، وانها اتحلت. من الاخر كده هو ده الستار انسر، STAR، يعني situation task اكشن ريزلت. واتكلمت عنه كتير، واتكلمت عنه كمان في الفيديو بتاع ازاي نجحت في 30 انترفيو. فشوف الفيديو، هسيب الرابط بتاعه في وصف الفيديو وفي التعليقات. وحاجه كمان مهمه جدا في السؤال ده، انا مش لازم ابين ان اول مشكله بتيجي بروح اشتكي. في ناس دايما يقول لك وانا عملت انترفيوهات لناس كتيره جدا، كل حاجه يقول لك كان في مشكله كده I reported it to the manager, I escalated to the executive، مش عارف ايه. لا، مش هو ده المطلوب. المطلوب ان انا اتعامل بشكل عقلاني. مثلا في شغل سابق كان في زميل ليا شغلي وشغله مرتبطين ببعض، يعني انا ما اقدرش اخلص اللي عندي غير لما هو يبعت لي حاجات معينه. فكان بيحصل كتير جدا ان انا بطلب منه حاجات وهو كان بطيء او بيتاخر في الرد، ساعات ممكن ما يردش عليا يوم او 2، وساعات اكتر. فالموضوع ده كان عامل مشكله، يعني مسبب توتر في الفريق، وطبعا مأخر الشغل، وكان في حاله ان كلنا قاعدين نلوم بعض. فانا قررت ان انا اتكلم معاه، استنيته بعد الاجتماع ما خلص ورحت حكيت معاه. قلت له يعني انا طبعا بحب اشتغل معاك، لكن انا ملاحظ مؤخرا ان التواصل ما بيننا ساعات ممكن بيؤدي لتاخرات، فانا حابب ان احنا نشتغل مع بعض على الموضوع ده، نشوف ايه المشكله علشان نظبطها مع بعض ونحلها مع بعض. بعد ما اتكلمت معاه اكتشفت ان هو كان معذور جدا، لان هو عنده تاسكس كتيره جدا وبياخد ريكوست من ناس مش مني انا بس، فهو ما كانش عارف ايه البرايورتي، مين المهم مين الملح اكتر. فاتفقنا على حاجه بسيطه جدا واشتغلت، ان احنا نتفق كل اسبوع على 3 أو 4 تاسكس اساسيين بالتايم لاين بتاعهم، وان لو في حاجه تانية جت حصلت او طرقت، يعني اي حاجه اد هوك، ممكن ساعتها ابعت له مسج على تيمز او اروح اتكلم معاه اقول له انا عندي التاسك دي مهمه، ممكن تعملها لي امتى، او ممكن نعملها بدل التاسك دي. وبصراحه من ساعه لما اتكلمنا الموضوع يعني طلع بسيط جدا، وبعد اسابيع او يمكن شهور كمان من التاخيرات الموضوع اتحل جدا ببساطه في خلال 3-4 اسابيع. ودي من المواقف اللي انا سعيد ان انا حلتها في الشغل. فلوس، عايز كام في الشغلانه دي؟ سؤال هيوقع ناس كتيره جدا. Tell us about your salary expectations. السؤال ده من الاخر كمين فخ، واخطر رقم ممكن تقوله في الانترفيو ده هو الرقم الغلط. تعال نشوف بقى مع بعض السؤال ده نحله ازاي. في بلد زي مصر ممكن يكون في تفاوت كبير جدا بين الوظائف لنفس المسمى الوظيفي، يعني واحد شغال اكس وواحد تاني شغال نفس الوظيفة اكس، ده بيقبض 7000 جنيه وده بيقبض 70000 جنيه. ومفيش شفافية عند الشركات دايما ان هي بتعلن مثلا سالري سكيل، ولا حتى بره مصر ولا في اوروبا ولا في امريكا، يعني قليل. فنعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ وليه انا بقول ان السؤال ده كمين؟ كمين لانه هي الشركه دي، نفترض ان انت رايح لشركه مالتي ناشونال، ممكن تكون كانت مخططه في البادجت كده ان انا البوزيشن ده او الوظيفه دي هديلها رينج من 30 ل 40000. لو انت عايز 100000 مش هيدولك 100000، هيدولك من 30 ل 40000. بس الخطر بقى في ايه؟ يسالوك السؤال ده فتقول لهم انا عايز 15000 جنيه، انت مثلا مرتبك الحالي 12 ولا 10، وقررت ان هو ايه، انا عايز ازيد شويه فانا هاخد 15000 جنيه. فهم يقولوا لك اوكي شكرا،
وتنجح في الوظيفه دي ويبعتوا لك الاوفر مش ب 15000 جنيه، ب 20000 جنيه، وهم كانوا مخططين من 30 ل 40000 جنيه. فتفرح انت وتنجعس كده اللي هو يا سلام انا خدت اكتر من اللي انا طالبه كمان، ومش عارف ان ال 20 اللي انت خدتهم دول كانوا ممكن يبقوا 40 لو ما تهورتش بلسانك ده ورحت قلت رقم 15. طيب اعمل ايه في الموضوع ده؟ ايه احسن اجابه؟ اني ما جاوبش. يعني ايه اسكت؟ اكيد لا، مش هنسكت، لكن ان انا ااجل الكلام في الفلوس لحد الاوفر. الانترفيو مش مكان لمناقشه الباكج والسالري. فايه الرد المناسب على السؤال ده؟ انا افضل الاول افهم الصوره الكامله لطبيعه الشغل، نطاق الشغل، الفريق، المسؤوليات الكاملة. أنا عندي مرونة في المرتب، لكن طبعا مهم بالنسبة لي أن المرتب المعروض يكون مناسب لمتوسط السوق، لطبيعة المسمى الوظيفي والمسؤوليات اللي موجودة فيها، وطبعا مناسب لسنين خبرتي. وأنا متأكد أن في الشركة عندكم في ميزانية وفي نظام عادل يضمن أن المرتبات داخل الشركة تعكس المسؤوليات وسنين الخبرة. فأنا أفضل أن أتكلم في الموضوع ده في مرحلة الأوفر لو اتقبلت في الوظيفة. حلو. طب لو قرصوا بقى وقالوا لا عايزين نعرف، زي ما قلت لكم السؤال ده فخ. الهدف الأساسي منه إنك تقول حاجة أقل من ال 30 40 أو ال 10 15 أو ال 70 80 اللي هم محددينها. في بعض الأحيان بيكون علشان فعلا يعرفوا لو أنت مثلا شخص شغال ب 100,000 جنيه وهم الميزانية بتاعتهم من 12 ل 15,000 جنيه، فمش عايز يضيع وقته. لكن ده قليل، وغالبا العكس هو اللي بيحصل. فنعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ انا جاوبت على السؤال ده بالتفصيل في فيديو لوحده اسمه ازاي تتفاوض على المرتب، كان اول فيديو عملته على القناه، وهسيب الفيديو ده الرابط بتاعه في وصف الفيديو وفي التعليقات مع اخوه بتاع ازاي نجحت من 30 انترفيو. اكتب لي اي سؤال صعب قابلك في انترفيو، ولو حابين اعمل جزء تاني اجاوب فيه عن بقيه الاسئله الصعبه زي ليه عايز تسيب شغلك، احكي لي عن فشل حصل لك، ايه اكبر انجاز انت فخور بيه، واسئله غيرها اكتبوا لي في التعليقات الجزء الثاني. وفي النهايه لو استفدتوا من الفيديو ده اعملوا اشتراك في القناه ولايك للفيديو وابعتوه لاصحابكم اللي بيحضروا لانترفيو. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.